اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. هنعمل النهاردة طريقة صينية بطاطس بالفراخ، طريقة سهلة وبسيطة. معايا كيلو بطاطس مقطعاها قطع دواير، ومعايا طماطم مقطعاها قطع برضو، ومعايا بصل شرايح، ومعايا فلفل أخضر، قرنان فلفل أخضر. هننزل بالبصل والطماطم والفلفل ومع البطاطس ونقلبهم تقليبة حلوة كده مع بعض. ننزل بالبهارات، ملح، مرقة دجاج، بابريكا، نقطة شطة، آه، نقطة سكر صغيرة، بهارات فراخ، وهنقلبهم تقليبة حلوة كده مع بعض لغاية ما نحس ان البطاطس اتشربت مع الطماطم مع الفلفل مع البصل. هنزل بقى معايا فراخ كنت نقعاها بليمون ودقيق وطماطمية كده بعصرها كده عليها بتشيل الزفارة، وشطفتها شطفة حلوة وصفتها وكده. فهنزل بيها على البطاطس واحط نفس البهارات اللي انا مستخدماها في تحت، هنحطها فوق بقيتها. ومعانا ورقتين ورق لورا، وكان لسه الفلفل الاسمر، نسينا نحط فلفل اسمر عشان الزفارة وكده برضو. الفراخ بتحب الفلفل الاسمر، فلازم نحط نقطة فلفل اسمر كده خفيفة خفيفة. وكده هنقلب بقى البطاطس مع الفراخ كده من فوق لتحت. هنحاول ان احنا نطلع البطاطس فوق لان البطاطس ما بتاخدش السوا، هتتهرى بسرعه. ونخلي الفراخ تحت، لكن لو سبت البطاطس تحت هتتهرى عنك على طول وهتستوى منك قبل الفراخ هتاخد سوا يعني عن البطاطس. قلبناها تقليبه حلوه من غير زيت بقى، من غير اي حاجه. هي كده كده الفراخ هتنزل الماده الدهنيه بتاعتها. والله العظيم اسهل طريقه صينيه بطاطس تحفة. والفراخ واخدة اللون الذهبي تحت الشواية من غير نقطة زيت، انا بقول لكم مستوية جدا. والبطاطس ما شاء الله جميلة، جوسي، طعمها حكاية. منزلة الصوص بتاعها، البطاطس لونها جميل. هنقدم بقى بالشكل ده. هنحط بقى في الطبق شوية بطاطس، وهنحط بقى قطعتين فراخ على الوش، وطبق رز كده على حتة سمنة أو نطرة زيت، المادة الدهنية اللي انت تحبيها، أو قطعة زبدة. أسهل وأسرع بطاطس ممكن تعمليها ومتشربة من بعضها كده مع الفراخ. هنا الشكل الجميل، طبق بطاطس تحفة تحفة. وهنا الصينية بوريكم دي الصوص بتاع الفراخ، مفيش فيه زيت ولا مية ولا تحط مية ولا أي حاجة. وطبق رز، وده غدوة سريعة، ودي أكلتنا النهاردة بسيطة وسريعة. لو انت عندك بقى أبراك، عندك فرخة، قومي كده شطري واعملي أكلة سريعة كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.